السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة ورجعنا من الاجازات وهنبدأ نشتغل ونتكلم ان شاء الله في الحاجات المهمة والمفيدة. عايز اتكلم معاكم على نقطة مهمة قوي. احنا اتكلمنا على موضوع دراسة الجدوى اللي احنا عايزين ان شاء الله هنبدأ نتكلم فيها، وهنبدأ نعمل ان شاء الله شوية افكار لمشاريع كده ان شاء الله تكون مشاريع بسيطة. انا عايز اتكلم في الحتة دي على حاجة مهمة قوي. طبعا الكوست بتاع المشاريع ودراسة الجدوى هتختلف من مشروع لمشروع اكيد. طبعا احنا هنبدأ بالمشاريع البسيطة اللي احنا ممكن نقدر نساعد بيها الشباب اللي هم في مقتبل حياتهم، اللي هو لسه شاب لسه متخرج، او ممكن حتى كمان نقدر الشباب اللي لسه في الجامعات والكليات نقدر برضو نساعده ان هو يعمل حاجة بسيطة يشتغل بيها. طبعا انا في مشاريع مكلفة وفي مشاريع كبيرة، وكذا حد مش برضو من اصدقاء كلموني على ان احنا نفكر في حاجات كبيره. بس معلش يا جماعه، ده مش تارجتي دلوقتي، او ده مش الهدف بتاعي دلوقتي. انا الهدف بتاعي ان احنا الشباب الصغيرين اللي هم لسه بسم الله الرحمن الرحيم في حياتهم نقدر نشوف لهم فكره او افكار او دراسه جدوى تقدر نساعده بيها. احنا هنبدا من مشاريع ممكن تبدا ب 6000 جنيه. شوف لدرجه ايه هخليك ب 6000 جنيه تعمل مشروع بسيط تقدر تشتغل بيه. انا عايز برضو طبعا هو مبلغ صغير قوي انا عارف والناس هتستغرب، بس في افكار ممكن نبدا بيها كده. انا عندي مشاريع ممكن توصل بيها بملايين لو انت حابب، لو انت الدنيا تمام ممكن نوصل بحاجه زي كده. بس انا فكرت ليه في كده. زي ما قلت لك انا نفسي حتى الشباب المقتدر اللي يقدر، اللي مثلا ابوه واهله يقدروا يساعدوهم، انت من صغرك لو قدرت تصرف على نفسك وتعرف قيمة القرش ده مهم جدا صراحة. ليه؟ اولا هتعرف الفلوس بتيجي ازاي، ودي مهمة جدا 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 انك تعرف الفلوس بتيجي ازاي. الفلوس طبعا ما بتجيش بالساهل. الفلوس طبعا الموضوع مش صعب، بس الموضوع فيه مجهود وفيه تعب وفيه شقة. فده نفسي الشباب من صغرهم يعرفوا قد ايه الموضوع مش سهل، قد ايه الموضوع محتاج انك تتعب، ومحتاج انك تكافح، ومحتاج انك تحاول. دي نقطة مهمة جدا. كمان عايز الشباب لما يحس من صغره انت قد ايه الفلوس دي مهمة، وانك تقدر تعمل فلوس ازاي. دي حاجة كويسة قوي. انا افتكر مرة قصة، كنت في مكان على البحر في الساحل، ومكان راقي يعني مكان كويس كده. قاعدين على البسين كده، لقيت ولد صغير. انا والله عمري ما هنسى القصة دي. ولد صغير ماسك صينية، جايب صينية تري كده، حطت عليها حلويات، حطت شوكولاتات جالاكسي ومارس وحاجات زي كده. والمكان راقي يعني مكان يعني كويس، والولد ماشي بيبيع. ولد والله العظيم يا جماعه ولد 6 سنين. يعني ايه عارف 6 سنين؟ يعني 6 سنين بيبيع حاجات. فناديت وانا عجبني الموضوع ده، بتاع سيلز في الموضوع ده. الحاجات اللي زي كده بتشدني قوي صراحه. فناديته قلت له تعالى انت ايه بتبيع ايه؟ فقال لي معايا مارس، معايا باونتي، معايا حاطط شيبسي، مش المهم خدت منه حاجات كده. ولا شكله راقي يعني. فقلت له انت بتعمل ايه كده؟ بتشتغل ايه انت؟ قال لي انا يعني شكله جريد 1 ولا جريد 2 يعني حاجه كده. قال لي انا بشتغل. بتشتغل ايه؟ قال لي بجيب الحاجات دي وببيعها في الصيف يعني وكده. قلت له ليه؟ قال لي يعني انا عايز يبقى معايا فلوس. فالكونسبت نفسه يعني والفكره نفسها، وانت عندك 6 سنين ومكان يعني مكان يعتبر مكان حلو ومكان راقي، وبتفكر بالمستوى ده، بتفكر بالتفكير ده واحد اهله عايزين يطلعوه من صغره يعرف قد ايه انت قد ايه الفلوس مهمه، وقد ايه انت ممكن تكسب، وقد ايه ان انت لازم تجتهد علشان
يبقى معاك فلوس. عجبتني الفكره جدا وعجبتني الموضوع جدا. انا عارف ان في ناس كتير من صغرها بتشتغل ومن صغرها بتعتمد على نفسها، ودي حاجه كويسه جدا، ودي حاجه بتساعد الشباب على ان هو يعرف قيمه القرش من صغره. انا اعرف كتير طلبه بتشتغل وهي لسه في الكليه وهي لسه في المدرسه. انا عن نفسي برضو اشتغلت كده فتره دراسه، ودي كانت حاجه برضو كويسه جدا بالنسبه لي، وادتني خبره كويسه جدا وعرفتني يعني قد ايه الحياه. اللي يعرفني كويس يعرف ان انا كمان كان والدي الله يرحمه تاجر، كنت انا وانا صغير بقف في المحل، ودي انا ذكرتها في انترفيو مره. كنت بعمل انترفيو مع واحد انجليزي زمان وانا صغير صراحه في شركه يعني، فسالني انت بتشتغل في المبيعات من امتى؟ فقلت له من وانا عندي 7-8 سنين. فبص لي كده مستغرب، يعني ايه ده انت بتهزر يعني؟ فقال لي ازاي يعني؟ فرحت قايل له انا والدي كان تاجر وكنت بقف ابيع واشتري من وانا صغير قال لي يعني كويس. فهي الفكره كده ان انا عايز الشباب في مقتبل عمره اللي ما عندوش فرصه عن طريق حد انه يشتغل، احنا نخلق له ان شاء الله فرصه، نشوف له فكره يعملها، نشوف له في افكار كتير زي ما قلت لك بمبالغ بسيطه ممكن الناس تشتغل بيها ويقدر يشتغل بيها ويقدر يحقق منها ربح كويس، زي ما قلت لك على الاقل خالص يكفيه مصاريفه الشخصيه. ودي حاجه يا جماعه بتبني الشخصيه، بتبني شخصيه الانسان، وبتعرفه يعني ايه انت تقدر تشتغل. حتى لو تشوف كل رجال الاعمال وكل ولاد رجال الاعمال الكبار دايما يقول لك ان والدي خلاني نزلت اشتغلت. انا اعرف حد هنا اسواق كبيره جدا، اسواق موجوده في السوق هنا فتح الله يعني. الراجل ده ما شاء الله ابنه خلاه يبدا شغل مندوب في شركه. يعني شوف هو الراجل عنده ما شاء الله يعني سلسله كبيره من السوبر ماركت، خلاه يبدا مندوب كاش فان في شركه، ليه عارف ان الحته دي هتعلمه كويس قوي. وبدا الكاش فان يشتغل ويتعلم، وبعد كده خلاه ينزل الشغل عنده ويقعد شويه كاشير على يحاسب، وبعد كده نزله المخازن، وبعد كده وداه الحتت اللي هي زي الحسابات، لففه لفه الاول وبعد كده خلاه يطلع يمسك اداره. هي دي القصه اللي احنا بنحكي فيها، ان انت لو انت حتى مقتدر وعندك فرصه ان انت تبقى كده، خد الموضوع من الاول خالص علشان يبقى عندك فكره كويسه. الناس اللي احنا هنفكر معاها تشتغل ان شاء الله بالمشاريع اللي احنا بنفكر فيها ودراسه الجدوى اللي احنا هنفكر فيها ونشتغلها، دي احنا نقطه مهمه جدا جدا جدا، ان انت هتقدر ان شاء الله من خلال الفكره دي بمبلغ اللي هيبقى متاح هنخليك تشتغل حاجه كويسه، هتخليك تقدر ان شاء الله باذنك يا رب تجيب دخل يصرف على نفسك، على الاقل يصرف على نفسك، على الاقل تقدر بعد كده زي ما قلت لك. انت لما بتشتغل حاجه وتعمل مشروع كويس وانت صغير، بعد كده الموضوع بيكبر معاك. انا اتذكر واحد صاحبنا رحمه الله عليه من واحنا صغيرين كنا طلبه، والناس هتسمع الفيديو ده هتفتكره. واحنا صغيرين كان بيروح يجيب بهارات فلفل اسود، وكان بيجيبه بالكيلو، وكان بيجيب الازايز الصغيره، الازاز الصغيره بتاعت دي المغطى، وكان يعبيها، وكان بيروح يوزعها على البقالات وعلى السوبر ماركت والميني ماركت الصغيرين، وكان بيكسب منها. رحمه الله عليه كان اخ فاضل لينا صراحه، وكان شاطر في الحته دي جدا. فانا قصدي كده ان انت ممكن تبدا بحاجه زي كده، بعد كده بتاخد خبره كويسه، بعد كده ربنا بيكرمك وبيكون عندك بيزنس كبير، تقدر تبقى عندك يعني المشروع الصغير ده بيكبر، وانت بتتعلم في الحاجات اللي زي كده ازاي تهندل الموضوع، وازاي تحمل المسؤوليه، وازاي تحسب الدخل، وازاي. فالافكار دي كلها كويسه. ان شاء الله الحلقات القادمه هنقدر نعمل دراسات جدوى للمشاريع. زي ما قلت لك هنبدا بالراحه، هنبدا مع الناس الصغيره، هنقدر نساعد الناس انك ممكن تاخد وكاله في حته تشتغل بيها توزع، بس زي ما قلت لك لازم تجتهد ولازم تكون على قد المسؤوليه. باذن الله هنقدر نساعد الناس في حاجات زي كده، وان شاء الله تنتظرونا في الحلقات القادمه على اليوتيوب. يعني ان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه ونساعدكم بيها.
واتمنى ان احنا نساعدكم، واتمنى ان انتوا توصلوا لاهدافكم ان شاء الله. ايهاب الماحي، مدرسة البيع، تحياتي.